القوات المسلحة، وكنت أعطي محاضرات التوجيه المعنوي لأني كنت ماسك التوجيه المعنوي في سلاح المهندسين. حضر جماعة من ليبيا يأخذون فرق في الجيش عندنا، وبلغوني أن الشيخ عمر المختار كان شيعيا على مذهب الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه صلوات الله وسلامه. ومولانا سليم البشري تشيع بس ما أعلنش، وشمتوت تشيع ولم يعلن، بس أصدر فتوى فتوى له في ميزان الحسنات يوم القيامة. قال والشيخ محمد عبده وسعد باشا زغلول وأحمد عراب كل هؤلاء كانوا شيعة ولم يعلنوا عن تشيعهم، واكتشف بعد وفاتهم خطاباتهم ووصاياهم بأنهم كانوا على مذهب جعفر بن محمد الصادق صلى الله عليه وسلم. لما جه محمد علي كلاي بطل بتاع المولات ما هو شيعي، فجه زيارة للمسجد المعتقل، فأحد الصحفيين قال يا ترى محمد علي كلاي هتاخدوه من المطار على المعتقل ما حصلش حاجة ولا هتودوه على الخط؟